الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منذ كنت طالبا رأيت فيما يرى النائم رؤيا وجدت فيها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة المشرفة، وما زالت في مخيلتي حتى الآن تلك الصورة المرسومة وهو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، وكنت أمشي خلفه، فذهبت إلى والدي رحمه الله وقلت له ما رأيت، فقال لي رحمه الله: هذه الرؤيا تفسر بأمرين. أما الأمر الأول فلأنك وجدت في البيت الحرام ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه بشارة أنك ستحج. ثم أردف يقول: لكن كيف تحج وأنت ما زلت طالبا بسيطا؟ وأما الأمر الثاني وهو أنك تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أنك ستتخصص في سنته وحديثه، فحين تبدأ في دراساتك العليا مستقبلا عليك أن تتخصص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنهض بدعوته لأنك سرت خلفه. فالحقيقة هذه الرؤيا جاء تفسيرها بعد أسبوع فقط، إذ رأيت رئيس الجامعة يبحث في المدرجات ويرسل من ينادي علي، فلما ذهبت قال: كل جامعة أخرجت طالبا مثاليا يؤدي فريضة الحج، ووقع الاختيار عليك هذا العام. فكانت هذه أول مرة أحج فيها بيت الله الحرام، وفعلا تخصصت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين وأنا أقوم بالدعوة الإسلامية وبخدمة الكتاب والسنة من خلال خطبة الجمعة على منابر الإسلام، ومن خلال الإذاعة المسموعة والمرئية، ومن خلال الكثير